حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده شوية ملوخية خضرة، لونها هيفضل اخضر لو قعدت في التلاجة اسبوع. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب، قلبك يطيب. اول حاجة هنعملها مع بعض، هنجيب الملوخية ويكون اوراقها خضرة، ما تبقاش دبلانة. نقطف الملوخية، بعد كده ناخدها نغسلها ونحطها في مصفى علشان بيبقى فيها طينة ورملة. بعد ما تصفى خالص وتتغسل مرة واتنين وتلاتة، بعد كده تتحط على قماشة بيضة وتتعرض للشمس علشان تنشف حبتين تلاتة من المية. لو مفيش شمس أو مفيش مكان نعمل فيه الملوخية ننشفها، هنحطها جنب المروحة أو في مكان فيه هوا. بحب أخرط الملوخية بالمخرطة، لا كبة ولا خلاط، بحس إن طعمها أحلى وأطعم وبتفكرني بزمان. بعد ما هنخرط الملوخية تكون ناعمة بالطريقة اللي تريحكم. لو ما عندكوش مخرطة اعملوها في الكبة، بس صدقوني المخرطة لها طعم تاني خالص. الملوخية بقى لازم تختاريها تكون أوراقها خضرة كده ومنغنغة كده من اللون الأخضر. بعد ما هنخرطها بالطريقة دي خلاص بقت ناعمة معانا. التوم بقى أنا بحب أحطه في مية، بعد كده بيشيل بعد ما بقشره بنقعه في شوية مية، أي قشرة لازقة فيه بتطلع فوق المية. بعد كده بشطفه في مصفى ومحدش يضحك عليا. بعد خلاص ما أخدنا التوم وهندقه في الهون كمان، هنحط عليها حبة ملح علشان يبقى ناعم خالص. أنا بحب برضو أدق التوم في الهون، طعمه بيبقى أطعم وأفيد. قولولي بقى مين بيعمل كده زيي. هنجيب طاسة وننزل فيه معلقتين توم، وهنجيب كوبايتين شوربة على كمية الملوخية اللي معانا. بالدماغ كده هناخد لو عندنا مج ملوخية هناخد عليه نص شوربة. وتابعوا بقى ازاي الشوربة بتاعتنا بقى. هنحط عليها رشة كمون خفيفة، رشة شطة خفيفة، ونحط فيها قرن فلفل حراق. أول ما المية أو الشوربة تغلي بالطريقة دي، لازم تغلي وتعد لغاية 10، تغلي خالص علشان لما تنزلي الملوخية فيها ما تسقطش منك، لأن الملوخية مش بتتغطى، الملوخية مش بتغلي، لازم الشوربة بتاعتها تغلي. نظبط ملحها ونتأكد ونحط رشة السكر الخفيفة اللي بتخلي الملوخية خضرة ولونها حلو. الشوربة معانا اهي غلت ازاي. لو ما فيش شوربة هنعمل ايه؟ هنقوم جايبين بصلاية ناعمة صغيرة قوي ونقوم بشرينها مع مكعب مرقة بنص لتر مية ونسيبها يغلو على النار. بعد كده هنسقط الملوخية فيها. أول بقى ما الشوربة بتغلي نعد لغاية 10 ونحضر معانا التوم والكزبرة الخضراء. هنعمل ايه؟ هنحط مع التوم معلقتين زيت ومعلقة صغيرة سمنة تبقى طعمة الطعامة. خلاص الشوربة غلت، هننزل الملوخية معانا بالمعلقة كده في الشوربة المغلية وننزل. بعد بقى ما هننزل كل الملوخية معانا في الشوربة المغلية، وقلت لكم لازم الشوربة تغلى قوي علشان الملوخية ما تسقطش مننا. والملوخية واحنا بنحط الملوخية في الشوربة نشيلها من على النار، وبالمعلقة كده على طول بإيدينا نخلي الملوخية تتمزج مع الشوربة. تمام كده لغاية كده الطريقة صح، لا هتسقط منك ولا هتبقى مش خضرة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله طلعت مية مية. مج الملوخية عليه نص شوربة. وهمي بقى بدماغك وشوفي الملوخية بعيدة على النار، نار متوسطة فيها السمنة والزيت والثوم والكزبرة الناشفة، وتبقى النار هادية. نقلب كل ده لغاية لما تبقى لونها دهبي كده، نشيلها من على النار وننزلها في الملوخية. المنظر الحلو ده، بصوا بقى انتوا الحركة دي ملوخية المطاعم بالظبط، بتكات وحركات. اعملوها بالطريقة دي خيال، حتى لو هتتاكل من غير لا لحمة ولا فراخ. شوية بتنجان مخلل على شوية عيش ويا سيدي عالطعامة، ونقول تا 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 تا. ملوخيتنا لا كربوناتو ولا زيادة،
ملوخيتنا زي المطاعم بالظبط، خضرة وما سقطتش ولونها جميل، وكمان لا خفيفة ولا تقيلة، قوامها مظبوط. اوعدوني لو عجبكم الفيديو لايك وشير وتعليق واشتراك. دمتم في رعاية الله وفضله.